الخير. النهاردة هنتعلم نعمل نوع من الجبنة سهل جدا، لكن بياخد وقت شوية، لكن ما بياخدش اي مجهود. كل المقادير اللي هحتاجها لبن. اللبن ده مبستر، لبن عادي اللي هو بيتباع في الاكياس. دول تقريبا 4 لتر. ده لبن انا لسه شاريه. تعالوا نشوف الطريقة. كل اللي انا هعمله هجيب بولة كبيرة او صينية كبيرة تكفي اكياس اللبن اللي انا هعملها جبنة. هحط اكياس اللبن في وضع معين، في اي وضع، بحيث ان انا ما حركهاش تاني. هتنها بنفس الوضع ده لحد ما تتجبن. هتتجبن ازاي؟ انا مش هضيف اي اضافات. كل اللي هعمله ان انا هسيب الاكياس دي يوم 2 لحد ما الاقي الشرش فصل خالص والجبنة تكونت قطعة في قلب كيس اللبن. بالنسبة للبن الحليب العادي اللي بشتريه بالوزن، هغليه الاول واصبه في اي كونتينر بلاستيك بغطا محكم، وبرضو اعمل معاه نفس اللي هعمله مع ده. هسيبه يوم كامل في مكان دافي او جنب الدفاية في فترة الشتاء مثلا، او في الفرن البوتاجاز واولع لمبة البوتاجاز لحد ما الاقي اللبن ابتدى يفصل الشرش لوحده والجبنة عملت كتلة كده. هنشوفها بعدين بكرة او بعده حسب المدة. طبعا ممكن استعمل اي نوع من اللبن. الناس اللي بتعمل دايت تستعمل اللبن اللي هو اقل دسم. الجبنة دي اسمها ايه معرفش. دي الجبنة اللي كانت بتتعمل زمان قوي لما يسيبوا اللبن ويتحول لجبنة، ما كانش بيبقى فيه اي اضافات. نوع الجبنة دي اللي احنا هنعملها مش هتوفر معانا، يعني ممكن تكون سعرا اغلى من سعر اللبن، بس طبعا مع فارق في الطعم عن الجاهزة. يعني لما نجرب نعملها هنحبها قوي. هحطه دلوقتي في مكان دافي، وكل يوم هنبص عليه ونشوف شكله ازاي بيتغير. عدى تقريبا 24 ساعة على اللبن. زي ما احنا شايفين لون اللبن ابتدى يتغير وابتدت تفصل شوية، لكن لسه ما تكونتش الجبنة مع بعضها. عدى على الجبنة يوم تاني. زي ما احنا شايفين الجبنة اتكونت كلها بقت قطعة واحدة. الجبنة دي قعدت يومين كاملين، لكن لو سبتها اكتر من كده ممكن الكيس ينفجر. هبتدي دلوقتي اصفيها من الشرش ده. هجهز مصفى يا اما بلاستيك زي دي يا اما ستانلس ستيل، بس يكون نوع جيد، او قالب جبنة لو احنا عندنا منه، بس ده كبير على الكمية اللي انا عاملاها. في نفس الوقت المصفى لازم اكون غسلها كويس قوي، وهحط عليها شاش. دول تقريبا 4 طبقات. هحطها في حلة اللي انا هصفي فيها الشرش، وابتدي واحدة واحدة اقصها بحرص كده عشان ما تتقلبش مني. بعد كده هبتدي احطها تتصفى. هجيب اي صاجة عندي او صينية كبيرة واحط عليها شبكة سلك، وبعدين احط الجبنة واغطيها عشان ما تتعرضش لاي اتربة او حشرات، واسيبها تتصفى ساعة او ساعتين لحد ما ينزل منها اكبر كمية من الشرش، وبعد كده هحط عليها حاجة تضغط عليها. في نفس الوقت هاخد كمية من الشرش تقريبا 6 كوبايات، لتر ونص. هحط عليه 2 معلقة كبار ملح بحري. ليه ملح بحري؟ عشان الملح البحري ما فيهوش يود. اليود بيفسد الجبنة وما تعيش مدة طويلة في التلاجة. استنى لما تغلي، واول ما تغلي احط فيها قرنين فلفل، كل قرن انا شقيته شقة واحدة. هي زي ما احنا شايفين كده غليت. هحط على طول دلوقتي الفلفل واطفي النار وابعدها على طول من النار. زي ما احنا شايفين الجبنة نزلت غالبية المية. هبتدي دلوقتي هحط عليها حاجة تقيلة، اقفل عليها الاول. انا هحط عليها حلة مية. ممكن احنا نحط اي حاجة تانية تقيلة، جيركن مية مثلا كبير يكون مدور. بس قبل ما احط عليها الحلة انا مش عايزة الحلة تلمس الجبنة، فلازم احط اي طبق صغير بحيث ان هو ياخد الجبنة وينزل، واحط عليها الحلة واغطيها.
الحلة اللي انا حطيتها لازم اكون متأكدة انها ناشفة حوالين، عشان مش عايزة اي مية تنزل على الجبنة وتفسدها. هسيبها تتصفى خالص، ممكن لحد 4-5 ساعات او يوم كامل، يرجع لنوع الجبنة اللي احنا عايزينها. لو عايزاها طرية ممكن ل4-5 ساعات كفاية. لو عايزاها جامدة وناشفة ممكن ازود التقل دوت واسيبها يوم كامل. صفيت بقية كمية الشرش، هاخد منهم الشوية دول والباقي ممكن اشيله واستعمله في اي حاجة تانية زي المش مثلا. دوت الملح لقيته محتاج شوية ملح، ضفت لها معلقة ملح لان الجبنة لازم تبقى حادقة شوية، وطبعا كمية الملح حسب الرغبة. هغطي العلبة واشيلها في التلاجة لحد ما الجبنة تتصفى. عدى تقريبا 12 ساعة على الجبنة، ممكن اقل من كده لو احنا عايزينها طرية. بعد حوالي 6 ساعات انا قلبتها، قلبتها من الناحية التانية عشان تتصفى من ناحيتين. هبتدي دلوقتي اقطعها. هي تقريبا نص كيلو، يعني ال4 لتر عملوا نص كيلو جبنة، بس جبنة ناشفة شوية. لو انا عايزاها طرية هتدي وزن اكتر من كده. هبتدي دلوقتي اقسمها واحطها في المية اللي كنت حافظاها في التلاجة. وزي ما احنا شايفين دي شكلها من جوه. بعد كده اغطيها واشيلها في التلاجة ممكن لحد 2-3 لحد ما تتشرب الملح. زي ما احنا شايفين الطريقة سهلة جدا جدا جدا، مش محتاجة اي مجهود. حاولوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.